ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. تعالوا نعمل حاجة حلوة جميلة جدا سهلة بسيطة، بديل للكريم كراميل بس بطريقة جميلة جدا. طبعا لو عندك كوباية من السميد البسبوسة، هنحط دقيق بسبوسة اللي هو دقيق السميد، وهنحط كوباية من السكر وهنقلبهم مع بعض زي ما انتوا شايفين كده. عايزة اقول لكم ان الفيديو ده جاي عليه 2 مليون مشاهدة، فتعالوا نشوفوا هو جاب مشاهدات بالطريقة ديت ليه. هنحط بقى معلقة سمنة زبدة زي ما انت عايزة، ونقلبها مع بعض لغاية ما احس ان السميد شرب المعلقة السمنة اللي انا حطيتها. انا ولا هحمرها ولا اي حاجة. اهو زي ما انتوا شايفين كده السمنة دخلت في قلب السميد. هننزل بقى بجوز الهند وهنقلبه. اهو هنقلبه كده، يبقى حطينا جوز هند وحطينا سكر وهنقلبه. هننزل باللبن، نزلت بنص كيلو من اللبن، وقلت لو محتاج تاني هحط، بس انا جربت الايه النص كيلو. طبعا انا كملت اهو، وابتديت انا اقلب زي ما انتوا شايفين كده. طبعا احنا عارفين ان السميد بيتقل معانا، يعني خليكي ايه تقلبي على طول عشان ما يكلكعش معاكي. هي تحلية جميلة جدا وحلوة وسهلة. بكوباية سميد هتعملي احلى صينية تفرحي بيها ولادك. ابتدى يتقل معانا اهو، برضو ايه بلم وايه واقلب اهو. زي ما انتم شايفين كده خلاص هي كده خلصت معايا. هجيب بايركس بقى وابتدي ايه انزل بيه. اهو زي ما انتم شايفين ابتديت ان انزل بيه كده. نزل كله بقى وبعد كده ايه نفرده. اهو شايفين بتسويها بس كده في الصينية بتاعتك، وتسيبيها لما تبرد لغاية ما نعمل لها كريم كراميل بتاعنا اللي احنا هنحطه فوق الوش. جبنا كوباية من السكر وسبتها كده على النار، وحضرت هنا كوباية لبن وحطيت عليها معلقة ونص من النشا. طبعا خليكي جنب السكر لان انا كنت ايه بقلب وكده ولقيته كان هيتلسع مني، فخلي بالكم اهو. بس طبعا انا واقفة جنبه زي ما انتوا شايفين، فحسيت ان هو هيتلسع بس ايه لحقته. ما فيهوش اي حاجة، يعني بقول لكم اقفوا جنبه. اهو هنقلب بقى لغاية السكر بتاعنا ما يسيح كله.
بعد ما تحسي ان السكر ساح، بننزل بايه؟ باللبن، باللي هو بقى ابو نشا. هيقفش معاكي زي ما انتوا شايفين كده، لكن هو هيفك. اهو. حطي ميه تاني. حطيت ميه تاني اهو. طبعا لو في حته ما اتفكتش هتتفك. وطبعا لما انا حطيته على الوش حطيته بايه؟ بمصفى بتاعه الشاي، عشان لو في اي تكتلات تتحجز في قلب مصفى الشاي. نحط حته سمنه بقى كده حلوه، ونبتدي برضو نقلبها. اهو جبنا بقى شويه فانيليا، ونقلبها زي ما انتوا شايفين كده. طبعا بعد ما بردت هبتدي بالمصفى زي ما انا قلت لكم كده، وهنزل على الوش. هنزل كل الكريم كراميل بتاعنا، وبعد كده افرده اهو. بصوا، بنكمل بقى تاني. اهو وزعته زي ما انتوا شايفين. هسيبها بقى شوية، وبعدين نيجي نقطعها. بعد ما هديت شوية ابتديت ان انا ايه ازوقها. ده الفستق الكذاب، وجوز هند، زي ما انتوا شايفين كده. هسيبها بقى ايه شوية، ونرجع بقى نقطعها براحتنا. نبتدي بقى نقطع اهو. طبعا عشان هي لسه طرية هنزلها بس ماسكة نفسها، جميلة، مش صعبة. طعمها حلو. تحلية نقول خفيفة، ما خدتش مننا 10 دقايق. اهي زي ما انتوا شايفين كده. دقيق السميد بنعمل بيه اي حاجة. اتمنى يعجبكم.